صباح الخير. النهاردة احنا في سوق الميدان، هنشوف السوق ونشوف أحوال السمك وأحوال الخضار، وهنشوف كل حاجة مع بعض. زي ما احنا شايفين احنا ماشيين دلوقتي في سوق الميدان، طبعا الصبح زي ما احنا شايفين، بس شفنا مفاجأة كبيرة. بصوا السمك، على فكرة السمك كله مش طازة، ومفيش إقبال على السمك. وعلى فكرة السمك على قد ما هو مش طازة غالي جدا جدا، مفيش حاجة نزلت، يعني السمك بايت ومش طازة، وكمان بيبيعوه غالي قوي. زي ما احنا شايفين سوق الميدان سوق جميل فيه كل حاجة. الخضار طبعا زي ما احنا شايفين الطماطم ب5 وب6.5. هنا بقى بصوا، هنا بقى دي الست العزيزة على قلبنا كلنا. الست دي اللي بتبيع الجبنة القديمة والجبنة القريش والبيض، كلها حاجات بلدي جميلة. بصوا شايفين الناس ملمومة عليها ازاي. طبعا الجبنة القريش جميلة جدا والبيض البلدي، وكمان بيبقى عندها لبن برضو وسمنة. هنا بقى سمك البحر، زي ما احنا شايفين السمك ده طازة بس غالي جدا جدا، يعني أسعار غالية. مفيش حاجة ب100، يعني مفيش حاجة ب100. مش هقدر اقول لكم اكتر من كده، يعني فوق ال100. بصوا، لكن ما هم حبة سمك صغيرين، قالوا احنا شاريينهم من الصيادين في مركب صغيرة كده. بصوا هنا الفاكهة، دي فاكهة طبعا الصيف اللي بدأت تطلع، يا ريت متكتروش من الخوخ. وهنا البدنجان بقى والليمون والخضرة زي ما احنا شايفين. بصوا منظر جميل. هنا التوت بقى، التوت بكام يا ولاد؟ التوت ب120 جنيه، التوت ده ب120 جنيه. التوت بكام؟ ب120 جنيه. ليه التوت ب120 جنيه؟ مش عارفة. يعني النص بكام؟ ب60، والربع ب30. يا جماله. هنا بقى الخضرة الطازة، وبرضو بتبيع جبنة قريش وبيض. بصوا الحاجة طازة جميلة ازاي. هنا طلعنا طبعا على ميدان المنشية، امام فندق امون زي ما احنا شايفين، او فندق اسكندرية. هنا بقى السمك البلطي وهو طازة، ده بيتباع بكام بقى؟ ب90 جنيه وب100 جنيه مقاسين. يعني السمك مرخص خالص خالص خالص، محدش يقول السمك رخص. بصوا السمك طازة، وهم عشان يخلوه طازة بيحط له ملح، يعني بيرش عليه ملح بيفضل بقى صاحي، يعني عشان يثبت للناس اللي هو طازة. طبعا ده مش بايت، لا يمكن يكون بايت، بس هو بيخليه صاحي أطول مدة. فهو بيرشله الملح زي ما احنا شايفين. بيبيع بقى ب90 وب100، يعني مفيش حاجة رخصت خالص. وهم نفسهم بيقولوا المقاطعة ما عملتش حاجة، السمك غالي علينا واحنا بنبيعوه غالي. طبعا السوق كان فاضي، مفيش إقبال كتير زي ما شفنا. احنا كنا حوالي الساعة 11 كده زي ما احنا شايفين. هنا بقى مجموعة من الأدوات المنزلية، ده واحد برضو في السوق بيبيع كل حاجة ب10 جنيه. جميع الأدوات المطبخ، البلاستيكات شايفين حاجات جميلة جدا. بقى قلت له أنا بقالك حوالي 3 سنين أو 4 سنين بنفس ال10 جنيه، أنت الوحيد اللي مغلتش. قعد طبعا يضحك، قال لي لا، في حاجات غلت وفي حاجات زي ما هي. زي ما احنا شايفين بصوا، أي حاجة من الحاجات دي ب10 جنيه، الحاجات الجميلة دي. أنا بحب أقعد أتفرج على حاجات المطبخ دي بالذات. بصوا الجمال، حاجات جميلة وبنحتاجها. يعني ممكن ب100 جنيه هتلاقي 10 حاجات
هتستعمليهم. بصوا الجميل. في بقى حاجات اهي ب15 اللي هو حاطط عليها دي، زي دي كده 15. بصوا، ودي اطباق، والمصفى دي طبعا مصفة المكرونة زي ما احنا شايفين. بصوا العلبة دي مقسومة نصين، ممكن نحط فيها حاجتين. وده جردل بإيد جميل قوي بصراحة، شكله جميل وعجبني. في منه البامبي تحت اهو زي ما احنا شايفين. بصوا الجمال، حاجات بصراحة حلوة قوي. حبايبي يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة.